الجزائر أول بلد يرسل مساعدات إلى سوريا بعد ساعات فقط من الدمار الذي أحدثه الزلزال. قدمت الجزائر وبعثت مساعدات كبيرة لدولة سوريا وكذلك تركيا جراء الخسائر المادية والبشرية التي جاءت بعد الزلزال المدمر. رغم الحرب والحصار الكبير على دولة سوريا وفق قانون قيصر الذي صدر منذ سنوات لمنع دخول أي مساعدات إلى سوريا، قرار رجولي كبير من الحكومة الجزائرية مع تأييد شعبي كذلك، إضافة إلى التفاعل الكبير الذي شاهدته مواقع التواصل الاجتماعي من طرف قادة وإعلاميين عرب جراء القرار السيادي التي اتخذته الجزائر رغم الصعوبات والقرارات والعقوبات ضد سوريا. نعم، هكذا هي الجزائر، كريمة بكرمها وشعبها ولا تبخل بالمساعدة.